ده اليوم الأول من التحدي اللي أنا خدته ما بيني وبين نفسي، اللي هو مدمن وبيحاول إنه يتعالج. في الفيديو اللي فات إن أنا شرحت فيه إن أنا لقيت نفسي إن أنا مدمن السوشيال ميديا، وبسبب إن أنا مدمن السوشيال ميديا حالتي النفسية تعبت. بقيت مخنوق ومتضايق من نفسي، مش مبسوط بحياتي، مش راضي بحياتي، نفسي في حاجات كتير ومش عارف أحققها. ولما كنت بحكي اللي اصغر مني واللي اكبر مني واللي في سني، لاصحابي عامه، للشباب عامه، كلهم كانوا بيقولوا لي نفس الشعور ده موجود عندنا، بس احنا مش عارفين نعمل ايه. ادينا عايشين حياتنا ويومين وهنعيشهم وبعدين نموت وخلصت على كده. الكلام ده ما دخلش دماغي. لقيت ان السوشيال ميديا بسبب ادماني ليها بقت بتأثر عليا بالسالب، بتأثر عليا بطاقة سلبية كده. مش قادر ان انا اكون سعيد في حياتي ولا اكون راضي بحياتي. وصلت بيا الدرجة ان انا كنت بقعد لحد الساعة 12 واحدة بالليل 2 بالليل من غير ما اصلي الفروض اللي ربنا امرني بيها. وصلت بيا الدرجة ان انا وانا نايم على السرير مش قادر ان انا اقول ذكر ولا دعاء اقوله قبل ما انام، اللي هو اصلا لساني بس هو اللي بيتحرك. من كتر الخنقة اللي جوايا مش قادر اعمل اي حاجة. فبمعنى صح ده اللي انا شرحته في الفيديو اللي فات. بس النهاردة بقى الفيديو بتاع اليوم الاول من التحدي اللي انا خدته ما بين نفسي. النهاردة في بداية اليوم اول ما صحيت كنت انا يعني قبل ما اخد التحدي كنت بصحى بتشطف وبستحمى وباكل لقمتين واطلع على الشغل. ومن البيت للشغل نص ساعة في الطريق. كنت في النص ساعة دي كنت بسمع اغاني علشان اسلي بيها نفسي في الطريق. بس بسبب ان انا خدت تحدي ان انا ابدا ان انا ابعد عن السوشيال ميديا ومن ضمنها الاغاني برضو. النهارده بدلت الاغاني ببودكاست. سمعت بودكاست من وعي، عجبني قوي. لقيته ان هو يعني بينصحني بحاجات هتفيدني في دنيتي وفي اخرتي في نفس الوقت، فعجبني قوي. تاني حاجة، اشتغلت والسوشيال ميديا ما قطعتهاش من جذورها علشان ما اكونش كداب معاك. انا قعدت على انستجرام وتيك توك وفيسبوك حوالي ساعة ساعة ونص. بالنسبة لي حاجة حلوة، عشان انا في الاول كنت بقعد بخمس ست ساعات وانا من غير ما اسمع بودكاست ولا اسمع كورس ولا اي حاجة. كنت بقعد على السوشيال ميديا بتفرج وبشوف اشكال، استغفر الله العظيم يا رب، يعني ما ينفعش ان هي تتشاف. بشوف حاجات ان هي بتتعب في حالتي النفسية. بشوف نجاحات اصغر مني محققينها وانا لو قعدت 10 20 سنة ما حققهاش، فكنت بتعب من الكلام ده. فالنهاردة السوشيال ميديا قعدت عليها ساعة وساعة ونص، بس بالنسبة لي حاجة حلوة. دي تاني حاجة. تالت حاجة، صليت الفروض اللي ربنا أمرني بيها. وقت الفراغ بتاعي سمعت فيه نص بودكاست تاني وانا كنت باكل. كنت ناوي ان انا اخد حلقة ولا حلقتين من الكورس ان انا مأجله بقالي سنة، بس ما عملتش كده بصراحة بسبب ان انا رجعت من الشغل تعبان ومكسل. بس بداية اليوم يعني بداية التحدي واليوم الاول في التحدي يعني حلو، بداية مشرفة. كل اللي انا عاوز اقوله ان الشباب في سني واللي اصغر مني واللي اكبر مني عندهم نفس الشعور ده، نفس الحالة النفسية اللي انا بحس بيها دلوقتي، نفس الايام ونفس الخلقة اللي موجودة عندهم. وده كله بسبب تأثير السوشيال ميديا. وانا خدت التحدي ده ما بيني وبين نفسي. انت استحال ان انت تبعد عن السوشيال ميديا مرة واحدة. انت ممكن تبعد عنها بس تدريجيا، استحالة ان انت تقطعها من جذورها مرة واحدة. نهاية الكلام علشان ما اطولش عليك اكتر من كده، كل اللي انا عاوز اقوله، يا رب احنا شباب اتولد في جيل مليان، في جيل وعالم مليان بتشتت. فيا رب ارحمنا برحمتك. يا رب احنا مهما عملنا من ذنوب عمرها ما تكون اكبر من عفوك وكرمك علينا. يا رب ارحمنا، يا رب هدينا، يا رب كل يوم ارزقنا بالهمة اللي احنا تخلينا نقدر نسعى للحاجة اللي احنا بنحلم بيها. يا رب جوز كل الشباب بدري بدري علشان تبعدهم عن اكبر فتنة في العالم، فتنة النساء. يا رب احنا شباب تعبانين جدا في العالم اللي احنا عايشين فيه، في دنيتنا دي. حالتنا النفسية بقت بتتعب بأبسط الأشياء بسبب التشتت والتكنولوجي اللي موجود في حياتنا. فيا رب هون علينا. يا رب احنا محتاجين عفوك وكرمك علينا، محتاجين راحة البال
في حياتنا يا رب. فيا رب ارزقنا بيها في أسرع وقت. ويا رب كل شاب اجبر بخاطره وحقق ليه كل اللي نفسه فيه في أسرع وقت، علشان احنا ملناش غيرك يا رب. وانت القادر على كل شيء، وانا عبدك الفقير يا رب لا اقدر على فعل شيء. ويا رب ما تكسفناش واجبر بخاطرنا في اقرب وقت ممكن. وبس كده، سلام.